مباشرة مشاهدينا لنستمع لما قاله محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي. بطبيعة الحال هذه مباراة تكتيكية بحتة، لأنه فريق أبرز لنا احترام كبير جدا وربما بعض الخشية. كانوا يلعبون ب4 مدافعين محوريين إضافة إلى دمفريز، أي 5 مدافعين بالتمام والكمال. هذا يعني بأنهم كانوا يخشون أسلوب لعبنا بالاستحواذ. هذا ما جعل أنهم انتظروا كثيرا، لكنهم أغلقوا كل المساحات والمنافذ. ما كان علينا هو أن نكون صبورين. من سوء الحظ أننا قبلنا هدفا بهجمة مرتدة، لكن كان لدينا هذا الصبر والإيمان بأنفسنا بأن العودة في المباراة ممكنة، وكنا نعرف أن هذا ما نحتاج إليه كي نفوز في هذه المباراة: الهدوء، إدراك إمكانياتنا. والحمد لله سيطرنا تماما أمام هذا الخصم، 70% من الاستحواذ، تسديدات أكثر، فرص واضحة أكثر. الشوط الأول حارسهم أنقذ كرات استثنائية، لذلك فعلا هذا الفوز وترشح بالنسبة لنا مستحق. كان صعبا جدا لأن الخصم كان قويا، لكن يجب أن نقبل بأن نفوز في بعض المباريات بهذه الطريقة، بالسيطرة، بعدم المجازفة كثيرا، لأنها مباريات بإقصاء مباشر. لذلك أظن بأننا نواصل المغامرة. هذا جيد. كل مباراة لديها قصتها والسيناريو الخاص بها، والحمد لله كل شيء جيد حتى الآن. ماذا أقول للجماهير؟ الكثير يتساءلون ربما لماذا لدينا هذه الإمكانية وهذه الطاقة وهذه الرغبة أن نتخطى أنفسنا. هذا بفضلهم، بفضل الرسالات التي نتلقاها، الشغف لكل المغاربة من حول العالم، وتحية كذلك للمغاربة الموجودين في هولندا كذلك، الذين بالتأكيد يحتفلون في الشوارع الآن. وأريد أن أقول للجميع: نواصل المغامرة، تتواصل ولا نريدها أن تتوقف هنا. أتمنى على كل حال بأن يرتاحوا، لأن الكثير لم يناموا الليلة، لكن سيذهبون للعمل بابتسام على الأقل. والحمد لله أنا فخور جدا بما قدمه اللاعبون، الطاقم، وهذا الفوز لملكنا وشعبنا. أهلا بكم من جديد. كندا أمام المغرب في دور 16 يوم السبت المقبل 4 من الشهر المقبل. مباراة في تمام 8 بتوقيت مكة المكرمة، يعني ليس هناك سهر يا كابتن يوسف وكابتن رومان مثل مباراة اليوم التي امتدت لشوطين إضافيين وكذلك إلى ركلات الحظ الترجيحية. أرحب من جديد بمحلل قنوات بين سبورتس. عروض الخسارة والإقصاء بطبيعة الحال يوجعان، لكن لا أعتقد إن وافقتني في هذا الطرح أنه خسارة عن خسارة تفرق. عندما لا يستحق المنتخب أن يتأهل يكون يعني نسميه وقع الخسارة أهون من أنه يقدم مباراة أكبر ولا يتأهل. قلت هذا الأمر، قلت هذا لشيبو. أتفق أن المنتخب المغربي كان أحسن منا بكثير، خاصة في الشوط الثاني وفي الوقت الإضافي. 60% من الاستحواذ ذهب لصالح المنتخب المغربي أو أكثر، لربما 70%. إذن هذا شيء لا يصدق. أعتقد لقد أعطوا انطباعا جيدا. إذن هذه الفرصة الوحيدة التي حصلت عليها هولندا، وخابكو هو من سجل الهدف. إذن كانت أحاسيس كبيرة بالنسبة لنا، ولكن في ذاك الوقت قلت لنفسي لربما سنسرق الفوز. قلت سنسرق الفوز رغم أننا لا نستحق الفوز، ولكن مرة أخرى شيء لا يصدق كيف نقبل أهداف في الوقت الإضافي وفي آخر دقيقة. ومرة أخرى اللاعبين ذوي القامة الطويلة يخذلوننا، مثل فان دايك لم يقفز لكي يمنع الضربة الرأسية. هذا شيء يثير الاستغراب، وقام بنفس الشيء ضد المنتخب الياباني. والمنتخب المغربي يستحق الفوز، يستحق تعديل النتيجة. وأيضا من أسوأ ضربات الجزاء رأيتها، حتى ياسين بونو كان ينظر إليه وتصدى. إذن حينما تغير كثير من اللاعبين وتدخل كثير من البدلاء، والكثير منهم ليسوا مختصين في الركلات الترجيحية، هذا حصل مع المنتخب الإنجليزي حينما قام المدرب بإدخال لاعبين وأضاعوا الكثير من ضربات الجزاء. بالتالي الخسارة مؤلمة، أتقبل الأمر،
الأسلوب الذي لعب به المنتخب الهولندي اليوم وهو التراجع كثيرا والاعتماد على الدفاع وانتظار الأخطاء المغربية، هل كان مفروضا من المغرب أم أسلوب ورغبة من كومان؟ لقد هذا فاجأني هذا الأسلوب. أنا أتفهم أنك تريد أن تضع مقاربة خاصة بالفريق الخصم في الشوط الأول، ولكن المنتخب المغربي فهم وأنه بإمكانهم أن يباغتوا الجانب الهولندي، وفاجأني بالتغييرات التي قام بها السيد رونالد كومان. كان دائما يقحم مدافعين، وصحيح كلايفرت كان اللاعب الوحيد الذي يمكن أن يساعد في الهجوم. فيرخوست يلعب على الكرات الطويلة، لمس الكرة مرة واحدة. وبالنسبة لبقية اللاعبين البدلاء كلهم مدافعين، وهذا أثار استغراب. إذن طابع المنتخب الهولندي كان مبنيا على الهجمات المرتدة، ونجحنا في ذلك. كنا إلى حد ما سرقنا الفوز، ولكن إذا تأملنا فيما حصل في هذه البطولة نقول أننا أصبنا بخيبة أمل، لم ننجز. عكس تيار المباراة إذا صح التعبير، عندما تأخر المنتخب المغربي اعتقد كثيرون أن الأمر انتهى، لكن عيسى ديوب ظهر في الوقت المناسب وأعاد الأمور إلى نصابها وسجل هدف التعادل. دعونا نستمع لما قاله بعد نهاية هذه المباراة. لقد كانت مباراة صعبة، كانت مباراة صعبة. خاصة حينما تقدموا في النتيجة، ولكن تحلينا بصلابة إلى آخر دقيقة وأنجزنا المهمة في آخر دقيقة. كنا نعرف أن ياسين بونو حارس مرمى من الطراز العالي، آمنا به ونحن نؤمن بقدرات هذا الحارس. ماذا عن المرحلة الموالية؟ ندري أننا سوف نأخذ مباراة ضد المنتخب الكندي وستكون مباراة كبيرة. طبعا لا بد ألا نستهين بالفريق الخصم. الشكر موصول للجميع، وأتمنى أن نحظى بمساندة الجماهير ونودي هذا الانتصار للجماهير المغربية. هذه الفرحة خارج ملعب مونتيري، فرحة مغربية امتزجت مع جنسيات أخرى، وكذلك شاهدنا مكسيكيون يساندون ويسعدون بتأهل المنتخب المغربي. تحدث قبل قليل عيسى ديوب وهو واحد ممن صنعوا هذا التأهل بتسجيل هدف في وقت حاسم وفي صعود ذكي سنتابعه رغم كل الانتقادات التي وجهت لهذا اللاعب اثناء استدعائه. لا بالعكس، هذه هي كرة القدم طبعا. لا شوف، انا في الحقيقة هذه افضل مباراة لديوب، اللي كان هناك تخوف خصوصا المباراة الأولى والمباراة الثانية، لكن اليوم تحس أنه بدأ ينسجم أكثر مع المجموعة ومع اللاعبين مع طريقة اللعب.
وهذه اشوف ان يحسب اكثر لامين تغييرات المدرب. شوف من مرر، شوف هنا دائما تغيير، اللي مرر هو الطالبي. صعوده من محض نفسه ام من المدرب الذي ربما طلب الزياده العدديه؟ شوف انت طبعا عندك تلعب في اخر دقيقه، اخر 5 دقائق ولا او اخر 4 دقائق، طبيعي عندك لاعب طويل القامه، مدافع يكون موجود في هذا المكان اكيد سيدخل الى العمق، والتمريره الجيده للطالبي كذلك يساري ويمرر جيدا باليمنى. ممتاز جدا، لاعب ممتاز. وانا قلت دائما وتكلم على لاعب البدلاء، دائما البدلاء يكون عندهم دائما وقت، ودائما سيساعدون اكثر المجموعه في عمليه الفوز، في عمليه حسم مثل هذه المباريات. دخول كذلك المرابط، شاهدنا استحواذ اكثر، الفرص اللي شاهدنا اليوم وهذا اللي يلعب اكثر تكلم عليه تارود. بعض الاحيان يجب ان يعني تسجل اهداف، تضع نفسك في صعوبات مثل هذه المباريات. في كل المباريات اكثر فريق، اكثر منتخب خلق فرص وضيع فرص. يجب ان نتعلم كيف نستغل اقل فرص. مثل المباريات هذه تكون الجانب التكتيكي دائما يكون غالب على المباريات، وبالتالي يجب كما قلت ان تسجل من اقل فرصه، خصوصا فرصه نتكلم اكثر على فرصه حكيمي، الفرصه الاخرى لفرصه رحيمي في الشوط الاول الاضافي الاول، هذه تقتل المباراه. صحيح. لكن الحمد لله كما قلت الكره اليوم كانت منصفه للفريق الافضل، واللي اجتهد اكثر، واللي اراد الفوز، واللي دائما كان يخلق اللعب لصناعه الفرص. للاسف هولندا فاجاتنا، وانا تفاجات من اول قبل بدايه المباراه بالطريقه الاسلوب اللي كان يلعب فيه. يعني شاهدنا فريق ممتع صراحه في دوري المجموعات، يلعب ب4 مدافعين، لكن مباراه اليوم لعب 5 مدافعين. صحيح. تحس انه يريد اغلاق المنافذ والمساحات، عدم اعطاء المساحات، ثم اللعب على التحولات. مباراه كبيره على المستوى البدني، على المستوى الذهني كذلك. بعض اللاعبين يجب تكون هناك مراجعه لبعض اللاعبين، ادائهم يجب اعطاء فرصه اكثر لعدد من اللاعبين. طبعا المدرب دائما يستخلص العديد من الاشياء مثل هذه المباريات. هناك نقاط ايجابيه كثيره، الاهم هو الفوز مثل المباريات. ليس من السهل ان تغير المكان وان تذهب الى المكسيك، درجه الحراره كما قلت، الرطوبه عاليه جدا الان، والتاقلم. تحس ان الفريق بدنيا جاهز. ما شاهدناش هولندا كان يدافع فقط. الشوط الثاني واشواط اضافيه لم يستطع مجاراة المغاربه على المستوى البدني، هذا تعطيك الاعداد البدني مهم جدا. وتغييرات المدرب دائما، قراءته للمباراه دائما نتيجة. كما قلت الى غايه الان في ال4 مباريات وفي تغييراته دائما اعطت الاضافه. خذ بريك كابتن يوسف، صوتك واضح انه تعب بسرعه.